أنا مش هاحكي قصة خيالية، أنا هاحكي عن بنت كل الناس كانت بتسألها أكتر سؤال بيضايقها: انتِ ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي؟ وهُم مش عارفين إن السؤال ده بيموتها بالبطيء. كانت كل مرة ترتبط بينتهي كل حاجة فجأة، من غير سبب، من غير أي نهاية طبيعية. فضلت تحاول وتفشل، تحاول وتفشل، لحد ما لقيت سر غريب، سر اسمه الصلاة الإبراهيمية. ومن هنا بدأت المعجزة. البنت اللي بعتت لي قصتها النهاردة اسمها سارة، عندها 31 سنة، اتخطبت مرتين، وكل مرة تنتهي قبل حتى ما تبدأ. مرة عشان هو استخار ومرتاحش، ومرة عشان والدته مش متقبلة شكلها. لكن هي بتقول: أنا كنت بتكسر من جوه كل مرة، وكل ما افتكر إني قربت هلاقي نفسي راجعة لنفس نقطة الصفر. الناس بدأت تهمس أكيد في حاجة غلط، والناس اللي تيجي تقولك في وشك يا حرام، شكلك مش هتتجوزي خالص، أكيد ربنا شايلك رزق تاني غير الجواز. بقيت أهرب من كل المناسبات، كل ما حد يقول مبروك يا عروسة قلبي بيتكسر حتة حتة. حتى الدعاء تقريبا بطلت أدعي. كنت بقول ربنا عارف، لو في خير كان جه من بدري. بس الحقيقة أنا كنت موجوعة وضعيفة، كنت مكسورة، وما كنتش قادرة أقول لأي حد أي حاجة. جه في يوم سمعت واحدة على اليوتيوب بتحكي عن الصلاة الإبراهيمية. قعدت أشوف فيديو ليها ورا فيديو ورا فيديو، وكانت بتقول إن هي كانت في ضيقة، بدأت تقولها كل يوم 100 مرة، بالذات بعد قبل صلاة الفجر وبعد قيام الليل. بتقول ربنا فتح لي أبواب عمري ما كنت أتخيلها، ووقتها حسيت إن ربنا بيكلمني من خلالها. قلت يا رب، آخر باب وهجربه بقلب صادق. بدأت أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كنت بقولها بعد كل صلاة وفي كل سجدة، وأنا سايبة دموعي تغسل وشي. بعد 3 أسابيع بالظبط جالها تليفون غريب. بنت خالتي بتقولي في شاب محترم سأل عليكي وبيصلي القيام الليل، وعايز واحدة تكون بنت ناس ومتربية زيه. قلت لها أكيد، بس من جوايا كنت بقول أكيد هيرجعوا بعد شوية ويقولوا لأ زي كل مرة. بس المرة دي كانت مختلفة. اتقابلنا واتكلمنا، كان في راحة غريبة. سألني هو انتي ليه مش متوترة؟ ضحكت وقلت له لأني قلت 100 مرة الصلاة الإبراهيمية قبل ما أجيلك، ودي حاجة بتريح قلبي دايما. الخطوبة تمت، ومفيش أسبوعين كلم أمي وقال لها أنا مش عايزة أضيع وقت، أنا عايزها مراتي دلوقتي قبل بكرة. وأنا كنت بسجد وبعيط، مش من الفرحة بس لأ، من الإحساس إني اتقبلت، إني اتشفت، إني اتحبيت بصدق، والأكيد إني مش لوحدي، كان دايما ربنا معايا. والصلاة الإبراهيمية كانت مفتاحي. لو انتي مستنية جوازك وبتعدي سنين وسنين ومفيش جديد، ما تنهاريش، ما تقوليش إن ربنا نسيني. جربيها. الصلاة الإبراهيمية مش بس ذكر، ده باب من أبواب الرحمة، وانتي تستاهلي كل باب خير. بس قربي واقريها بقلبك، هتشوفي المعجزات بتحصل قدام عينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ردديها وسيبي الباقي على الكريم اللي ما بيخيبش عبد لجأ له أبدا.